السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم البنات، ان شاء الله فيديو اليوم يلقاكم كامل بخير وبصحة جيدة. فيديو اليوم راح نعرض طريقة تفصيل موديل كندورة، يعني راهي عاملة ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي. اول حاجة طبعا راح نفصلوا طريقة الداخل في الخارج البنات. واش راح نديرو؟ راح نطوي القماش تاعنا بهذه الطريقة. واش نديو نديرو؟ راح نديو لهذه الجهة المغلقة وراح نديو القياسات نتاعنا. عندنا نصف عرض الكتفين، نزول حافة الإبط، ثم ربع دوران الصدر، ثم ربع دوران الخصر، ونوصل ما بين خط الصدر وخط الخص بهذا الشكل. ثم ننزل بالقندورة تاعي إيفازي إلى غاية، يعني هنا الإيفازمون واش حبيتو البنات، حبيتوه 45، حبيتوه 50، حبيتوه 55، لكم اختيار هنا في الإبازي نتاعكم. ونجي طبعا نقوس بهذا الشكل بعد ما نديو الطول الكل. واش راح نديرو هنا البنات؟ طبعا هنا نحدو عرض الرقبه تاعنا، يعني من 7 سنتيم الى 8 سنتيم، كل وحده يعني واش حابه تدي. ننزل ميلان الكتف، ثم نحدد منتصف الحردة، نخرج هنا من الزاويه 3 سنتيمتر ونرسم الحردة بهذا الشكل. هنا نرسم البنات الجزء الامامي، نقص الباترون ونكملوا باقي الشرح. طبعا الامام راح نعدلوا عليه فيما بعد. قلنا نقصوا الباترون ونكملوا باقي الشرح. واش راح نديروا؟ نقصوا بهذا الشكل. قلنا هذا الامام راح يجينا في الجهه المغلقه، اما الخلف راح نفصلوه من الجهه المفتوحه. وهذه طبعا طريقه الداخل في الخارج. الطريقه هذه انا نعتمدها ياسر، يعني تديكم يعني القماش شويه، لكن راح تخرج لكم القندوره تاعكم ايفازي بالعرض اللي انتم حابينه. ومام يعني تشوفوا يعني كاين في القماش يعني الكتان، يعني كان يفصلوه بالعرض من بعد كي يشمخ يطلق روحه ويزيد في الطول. لكن بالطريقه هذه يبقى لكم القماش تاعكم مثل ما هو، يعني ما راحش يزيد لكم في الطول. هنا البنات نجيبوا الامام تاعنا، احنا فصلناه بهذه الطريقه هذا. ثم طبعا القماش هذا في الاني، نجيبوا الامام تاعنا هذا وندوروه بهذا الشكل، ونخليه 1 سنتيم هنايا للخياطه. هنا نخلي 1 سنتيم تاع الخياطه هذيك هكذا. طبعا الطريقه هذه راني عملت لكم عليها فيديو بالشرح في القناه. واش نجيو نديرو هنا البنات؟ نجيو نرفدو الباترون تاعنا مثل ما هو، والا يعني نتوما مسكوه بلي زيبانكل كامل وتروحوا تقصوا عليه نفس الشيء. قلنا فقط هنا نزيدو 1 سنتيم تاع الخياطه تاع الخلف، ونجيو نقصوا الباترون تاعنا بهذا الشكل. ها طبعا القماش اللي يتبقى لكم رايحين تفصلوا من الاكمام هكذا. طبعا لكم كي تعود في القماش ما ترفدوش القماش، خليوه على الطاوله ولا على الارض وقص. هذوك القطع طبعا تفصلوا منهم الاكمام. نفصلوا الامام على الخلف. هنا البنات بالنسبه للرقبه، حبيتوا يعني رقبه الامام والخلف كيف كيف تقدروا تعملوا رقبه الامام والخلف كيف كيف. حبيتوا رقبه الخلف فقط تعملوها يعني دائريه، تقدروا تعملوها دائريه. اذا حبيتوها كما الامام كما الخلف راح نفصلوا رقبه الامام ونشوفوا الخلف. نجيو هنا طبعا لحردة الإبط راح ندخل من 1 إلى 1.5 سنتيمتر، نعدلو في الحردة نتاعنا. هنا الرقبة راح ننزلو 14 سنتيمتر،
ومن هنا راح ننزل 18 سنتيمتر. اللي حبت يعني تعمق أكثر هي حرة. ونقصوا الرقبة بهذا الشكل. طبعا هنا تروحوا تقصوا التبطين تاع الرقبة تاعكم. شوفوا كيف نعملوا تبطين بهذا الشكل. ندورو القماش تاعنا على 2 ونجيبوا الرقبة بهذا الشكل، الجهة المغلقة مع الجهة المغلقة بهذه الطريقة هكذا، ونجيو نرسموا نفس الشكل تاع الرقبة. من هنا نخرج من هنا حوالي 6 أو 7 سنتيمتر بهذا الشكل هكذا. ونجي طبعا نحدد التبطين تاعي بهذه الطريقة. هذا بالنسبة اللي حبت تبطن بالقماش. اللي حبت تبطن بالبي هي حرة. هكذا هذا هو التبطين. طبعا نتوما تحطوا الوجه مع الوجه هكذا، تخيطوا تكرونتيو من بعد تقلبوا يعني التبطين تاعكم بهذا الشكل. هذا بالنسبه للامام. كما قلنا الخلف البنات، حبيتوا ديروا رقبه يعني عاديه، حبيتوا ديروا رقبه الامام كما الخلف، يعني تقدروا تنقصوا يعني على تاع الخلف. مثلا هنا نزلنا 14 راح ننزل هنا 12 سنتيمتر، هنا نزلنا 18 راح ننزل من هنا 16 سنتيمتر، يعني نديروها اقل شويه على رقبه الامام ونقصها بهذا الشكل. الخلف فقط يعني تروحوا تخيطوه بهذه الطريقه فقط، يعني تروحوا تخيطوا الخلف في المنتصف وتجملوا الاكتاف نتاعكم وتخيطوا هذاك الدانو او الزيكزاك هذاك وخيط الحنه، كل واحد كيف يسميه. نروحوا الان للاكمام. اكمام كما راكم تشوفوا اكمام كوربيات البنات. واش نديروا؟ القماش طبعا تحتاجوا هنا من مترتين الى مترتين ونص على حسب كل وحده ولا طاي تاعها. نجي هنا طبعا للاكمام تاعي راح ندي طولكم، راح ندي هنا طولكم 18 سنتيمتر. اذا حبينا يعني نعملو ديبلي هكذا نديو 18 سنتيمتر، ومن هنا راح ندي 16 سنتيمتر وراح نعمل التقويسه تاعي بهذا الشكل، يعني كوم كوربي عادي. اللي حبتهم اكمام مستورين تقدر دير اكمام مستورين بهذا الشكل. البنات راح نفتح هنا الجهه هذه جات مغلقه. كما الاكمام هذو البنات تقدروا تدوبليوهم، اللي حبت تدوبليهم تدوبليهم باش يجيوها يعني واقفين. تقدروا تحدوا لهم لاطوال وتدوبليوهم باش تجيكم يعني شويه واقفين. هذا هو الموديل تاعنا البنات تاع اليوم، ان شاء الله يكون افادكم. هذا هما الاكمام. طبعا كي تركبوهم تخليهم مسافه من هنا ومسافه من هنا، من بعد تركبوا والزياده تاع القماش هذيك تعملوها يعني ديبلي او كشكشه هكذا باش تجيكم الاكمام تاعكم واقفين. هذا هو الموديل البنات تاع اليوم، ان شاء الله نكون افدتكم به. نقول لكم الى الملتقى في فيديو اخر ان شاء الله ومع موديل اخر باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.